شايفين هذا؟ هذا هو الخبز اليابس أو اللي بنسميه الفتات، يعني اللي بيضل ورا الأكل. الفتات منها إجت كلمة فتي، وهذا الوقت اللي لازم نتعرف عليه على كيف كنا ناكل الفتي، لأنه إحنا بأوضاع صعبة مش لازم نرمي الفتات هاي، نيبسها ونستعملها زي ما كنا نستعملها زمان زمان وإحنا فقراء وإحنا صغار. أبوي كان يفتفت هاي الشغلات، ينشفها ويعمل لنا فتي. شو الفتي؟ يعني يغلي هيك صينية فيها شاي أو حليب إذا شوية مصاري معنا، ويفت هذا الخبز اليابس فيه وناكله ونسميه فتي. بعدين اتطور الإشي الخبز اليابس لإشي اسمه فتوش. فتوش من فتي من فتات. فتوش هو نفس مبدأ السلطة اللي بتعرفوها، سلطة الخضرة العربية المعروفة، بس عليها خبز يابس. كان عليها خبز يابس، اليوم عم بحطوا منها شيء هيك او صارت غالية، بس هي أكلة فقراء. خبز اليابس أكل الفقراء. اليوم أنا بدي أعلمكم على أكلة، هذاك الأكلات بتعرفوها وهوينة، بس في أكلة قليل اللي بيعرفوها اللي هي من نفس الفتات، الخبز اليابس. الأكلة هي كتير بسيطة واسمها خوية. بعرف ليش اسمها خوية عن جد، من ايش هالكلمة ما بعرف. الخوية هو عبارة عن ايش؟ خبز يابس بنحمصه بالزيت، بنخليه يصير يقرش أكثر. هو يابس بس بصير تاكل بطرى شوي على قرشة. بعدين بنكون غالين مي مع سكر مع قرفة. بعد ما غلينا السكر والمي والقرفة بنسقط الخبز اليابس بقلب المي والقرفة، بصير عندنا أكلة طيبة لذيذة حلوة واسمها خوية. وزي ما قال المثل، الخبز الأبيض لليوم الأسود، وإحنا أظن أيام سوداء وراح تصير أسود من هيك. يلا إلى اللقاء في حلقة قادمة.